النهارده عايزه اوريكم جايبه الكبه معاكم اللي هي كبه سوناي. الكبه دي 450 واط. الدور بتاعها لتر ونص. هي بثلاث اسلحه هنشوفها مع بعض، وهبدا اجربها معاكم واقول لكم رايي فيها ايه وهنشوف. انا طبعا الجهاز اهو جوه التلات شفرات، وبيجي معاها بتاعة الخفق البيض، وادي المكنة او الموتور اهو. عايزة اقولك على حاجة، بصي الجميل بقى اللي عجبني وخلاني اشتريتها ان الحتة دي معدن مش بلاستيك. وانا طبعا مشكلتي ان كانت مع البلاستيك اي حاجة من الحاجات دي بتدوب وبتتكسر بسرعة جدا وبتتفتفت، وده اللي بيخلي اغلب الكبات حتى لو غالية او ماركة غالية بتبوظ منك بسرعة. حتى كمان الجهاز ده، بصي حتى دي اللي هنا بتدخل برضو دي معدن مش بلاستيك، فطبعا هتضمني ان هي الكبه هتعيش معاكي عمر اكبر. ماشي. والماركه دي اللي هي بتاعت سوناي، عايزه اقولك ان هي عليها كمان ضمان سنتين. تمام. فانا طبعا انا لسه هجربها معاكم، ومش هشكر فيها غير لما اجربها الاول واشوف هي كويسه ولا لا. تمام. بصي بقى هي بتيجي كده اهو ده الشفرة بتاعتها، واحنا بنحط لها الشفرات بتاعتها اهو اهي كده. خلاص ما تقلقيش منها. بعد كده هبدأ احط التالتة دي لو انا عايزة استخدم ايه التلات شفرات. تمام. هنجرب مع بعض وهحطها هنا في الكبة. ماشي. بصوا انا معايا كمية بصل حلوة اهي. عايزة اجرب بقى هل هتاخدها كلها ولا هنعمل ايه، وعايزة اجرب احط البصلة كاملة. ماشي. لا لازم نقطعه. انا كنت قطعت البصل وقلت ايه اما اجرب بقى. انا عايزة احط كمية كبيرة لسبب، عايزة اعرف هل هي هتقطع لحد الكمية اللي فوق دي، ولا الدور الكبير ده ملوش اي تلاتة لازمة والواحد يجيب بعد كده كبة صغيرة زيها زي الكبيرة. هنبدأ نحط ونشوف مع بعض. مامي وهل هتفرم؟ طبعا حاطة كمية حلوة جدا يعني. واهو وقرن فلفل كمان، وادي قرن فلفل. ماشي. وهنبدأ نجرب ونشوف. انا كده اهو حطيت الغطا، والغطا هنا بصوا فيه فتحه كده عشان لو عايزين نزود اي سوائل، ودي حاجه حلوه برضو. زي ما اتفقنا ان الكبه دي من هنا معدن ومن هنا معدن، ودي انا شايفاها ان هي ميزه كبيره، لان الكبه دايما بتبوظ بسبب ان الحته دي بتدوب او بتتفتفت. تمام. وهنا كمان على الكبه مديلك الارقام دي ليه بقى؟ عشان الصوص بياخد 5 ثواني. تمام. اللحمه الجبنه بتاخد 5 ثواني، اللحمه النيه بتاخد 10 ثواني، التوم بياخد 5 ثواني، العيش بياخد 10 ثواني، التوم 15 ثانيه، الليمون بياخد 5 ثواني. تمام. هنبدأ نجرب. احنا حطينا بصل نعتبره زي التوم 15 ثانية. تمام. ونبدأ بقى نعمل بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله، بجد بجد ما شاء الله. بصوا ما شاء الله. وفيها جوان على فكرة، فيها جوان عشان الجوان ده من السيليكون حلو قوي. بصي الجوان اهو. ماشي. بصوا البصل بجد حلو جدا جدا جدا، يعني انا ريلي معجبة جدا جدا بالكبة دي، عجبتني قوي. بصوا بقى هي عملت البصل في ثواني في ثواني. هنجرب اللحمة بقى. تمام. هنا بقى جبت اللحمة اهو
قطعتها، حاولت اقطع اللحمه ما تبقاش ايه كبيره قوي. وقلت اما اجرب بقى ايه في الكبه هتفرمها لنا ولا هنعمل ايه تفتكروا؟ هتخزلني ولا هتعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بس مش عارفه، حاسه ان هي مش هتفرمها يعني، انا مش عارفه. عادينا بنجرب. ماشي. طبعا هي الكبه كان مطرحها البصل يعني، انا ما غسلتهاش. بس بقى هي فيها جوان حلوه قوي من السيليكون. عشان انا كده خلاص حطيتها هنا بقى. هبدأ اعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفه قلقان. بس انا شايفه ان هي قطعتها او فرمتها بنسبه كويسه جدا. هنا بقى حبيت اشوف اللحمه اهي. اللحمه بصوا متقطعه خالص اهي. بصوا اهي. انا بالنسبه لي بنسبه كبيره جدا هي حلوه، احسن بكتير وانضف من ان انا اجيب اللحمه مفرومه من جاهزه. عايزه اقول لكم اليومين دول والكهرباء بتقطع، مكنه الفرن بتبقى مش نظيفه ويبقى فيها عفونه بواقي اللحمه اللي قبل كده. عايزه اقول لك دي بنسبه كبيره اهي. بصي اهي تقطع، بصوا اهي تقطع ازاي اهي، شايفين؟ لا حلوه جدا. يلا نعملها، نعمل منها برجر.